بعد ما ودعنا الفنان الكبير سليمان عيد، خرج ابنه بأول رسالة ليه، رسالة تقطع القلب بجد. قال: كل الحب اللي شفته في الجنازة ده كان من حب ربنا لأبويا، هو ما كانش تعبان، الوفاة كانت طبيعية وقضاء وقدر، ربنا رحمه من أي ألم أو تعب، الحمد لله على كل حال، مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا حبيبي الكل. أنا مش عارف أعبر، بس اللي أنا متأكد منه إنك هتوحشني أوي أوي، وأشهد إنك كنت نعم الأب، وبوعدك قدام ربنا إني هفضل ابن صالح يرفع راسك لحد ما نتقابل بإذن الله. اللي حصل مع سليمان عيد وجع قلوبنا كلنا. من ساعات كان لسه واقف وسط الناس وبيقول لهم البقية في حياتكم، والنهاردة الناس بتقول لأهله البقية في حياتكم. تخيل تبقى متفق مع صاحبك تشوفه النهاردة بعد صلاة الجمعة وتصحى تلاقيه مات. وده اللي كتبه أسقس على صفحته، بيقول: كان عندي امبارح وكان صايم، وكنا متفقين هنتقابل النهاردة بعد صلاة الجمعة. الجملة دي قالها أسقس وقلبه مكسور على رحيل سليمان عيد، ما كانش يعرف إن دي آخر مرة هيشوفه فيها. كريم محمود عبد العزيز كان واقف في الجنازة تايه، مش مصدق اللي بيحصل، كأن الزمن وقف عند اللحظة اللي عرف فيها إن صاحبه مشي، مش سامع ومش حاسس بأي حاجة حواليه، كأنه روحه اتسحبت منه مرة واحدة. سليمان عيد الراجل اللي كان بيضحكه من قلبه، اللي لما كانت الدنيا بتضيق عليه كان أول واحد بيلاقيه جنبه، مشي فجأة من غير تمهيد ومن غير حتى كلمة. مش هشوفك تاني. مسير حي لا. سلام. سلام يا صاحبي. ودموع صلاح عبد الله كانت بتتكلم قبل لسانه، كان باصص للناس بعيون مكسورة والدموع سبقت أي كلمة، وقالها بقلب موجوع: راح اللي ما يتعوضش، راح السند. ومن المواقف الجميلة لسليمان عيد، كان في برنامج مقالب وجزء من المقلب إن المذيع بيتريق على لبسه، فالمذيع بيستفزه وبيقول له: أنت هتصور بهدومك دي؟ أغلب الضيوف في الموقف ده بيبجحوا وبيردوا بغلاسة، لكن الراجل الجميل سليمان عيد رد وقال له: إيه وحشة غيرها؟ طب هقلع الجاكيت وهتلاقيه بقى أحسن. وقام فعلا وقلع الجاكيت. موقف بسيط بس يبين لك قد إيه براءته وجماله وطيبة قلبه وحسن نيته. كمية صفات جميلة ظهرت كلها من رد فعل واحد، قد إيه كان فعلا إنسان جميل. وفي مرة كان مع أمير كرارة ضيف في برنامجه، فأمير كرارة بيسأله وبيقول له: كلمني عن ولادك. فقال له: عندي ولد وبنت الاتنين شبهي، بنتي دمها خفيف قوي وابني فنان وبيغني، وأنا ومراتي كان أمنيتنا يبقى عندنا ولد وبنت، الولد يبقى اسمه بحرف العين عشان هي عبير، والبنت تبقى بحرف السين عشان أنا سليمان، وده اللي ربنا حققهولي. جبنا عبد الرحمن وسلمى الحمد لله. وحتى لما بقيت مشهور أول فلوس جاتلي ما جبتش بيها عربية ولا غيرت الشقة، رحت اشتركت لهم في نادي عشان خفت عليهم من اللعب في الشارع. وبعدها عبد الرحمن بقى بطل سباحة وسلمى بطلة كاراتيه. كان في حد بيتريق عليا وبيقول لي: يعني انت معكش شقة ولا عربية ورايح تشترك لهم في نادي؟ أمير كرارة قال له: بس انت بتعمل كده عشان تبسط ولادك. فسليمان رد وقال له: أنا كان عندي رؤية في كده، وربنا كرمني زي ما تمنيت، ولما حد بيقابل ابني بيكلمني وبيقول لي انت ربيت كويس، ده بالنسبة لي جملة كبيرة قوي الحمد لله. فعلا قد ايه كان إنسان جميل. ومن وصايا سليمان عيد في آخر لقاءاته للجمهور، قال: لازم تصلي قدام ابنك. أنا بتعامل مع أولادي إني لو ما صليتش ابنك ممكن ما يصليش، لازم ابنك يشوفك بتصلي عشان يقلدك ويعمل زيك. ولو هعمل مبادرة خيرية هتكون لمساعدة الفقير والمريض. وكان نفسي أعلم الجاهلين من الناس يعني إيه رضا. ويشاء القدر إن آخر عمل سينمائي لسليمان عيد إنه يكون بدور متوفي. موت سليمان عيد رسالة لينا بتصحينا من غفلتنا، بتفكرنا إن الدنيا ولا حاجة، وإن مفيش لحظة واحدة بس مضمونة. الموت ما بيستأذنش، بيجي فجأة وبياخد اللي بنحبهم في لحظة. وداعا سليمان عيد، ادعوا له بالرحمة والمغفرة.